القرآن الكريم. تفضل تفضل يا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، مع فضل المعلم عن نعم الله سبحانه وتعالى يحدثنا الشيخ أبو حمزة فليتفضل. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الحضور الكرام، جئنا اليوم نذكركم بنعمة جليلة ومنة كبيرة أنعم الله جل وعلا بها علينا في هذه الحياة الدنيا. هذه النعمة الجليلة نذكر بها اليوم أنفسنا وإخواننا الكرام. هذه النعمة الجليلة التي قال الله جل وعلا فيها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه النعمة الجليلة هي أن أرسل الله تعالى إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، وحتى تعرفوا حجم هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليكم، أرجوكم أن تتخيلوا ولو للحظة واحدة أن هذا الكون لم يوجد فيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: وإن كانوا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين. كيف كان حال الدنيا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن نظرتم إلى كل جوانب الحياة، إلى الجانب الاجتماعي، وإلى الجانب الأخلاقي، وإلى الجانب العقدي، فكيف كان الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفت الدنيا كلها الأخلاق الفاضلة إلا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي علم الدنيا كلها احترام المعلم؟ من الذي علم الدنيا كلها فضل العلم والعلماء؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول كلمة نزلت على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فيا أمة اقرأ، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أين أنتم من تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أمة اقرأ، أين أنتم من العلم؟ يا أمة اقرأ، أين أنتم من احترام العلماء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه سبحانه وتعالى في أمة متخلفة متردية لا تعرف شيئا، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه المفتاح المبارك. إنه العلم الذي ترقى به الأمم. قال ربي سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء كاستزادته من العلم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. قال ربي جل وعلا:
لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له ولأمته من بعده وقل ربي زدني علما. أمر من الله تبارك وتعالى لأفضل الخلق برسوله صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، فلن تقوم لأمة قائمة بغير العلم. العلم هو الذي يضع الدول على قائمة الدول في العالم. وهل يسرنا نحن أمة اقرأ أن نطلق علينا العالم الثالث؟ فوالله ثم والله ما علم الدنيا كلها العلم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الدنيا العلم. فأين كانت هذه الدول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أمة اقرأ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه العروض كلها، عرضت عليه الدنيا فرفضها صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له إن كنت تريد مالا جمعنا لك من المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد امرأة زوجناك أجمل النساء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى براحته صلى الله عليه وسلم. أتدرون لأي شيء ضحى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من أجلكم أنتم أيها الحضور الكرام. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم نزل الوحي عليه ورجع إلى زوجته الحنون خديجة رضي الله عنها، فلما قص عليها الخبر قالت له هون عليك يا رسول الله، وأخذت تدعوه إلى الدعة والراحة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة. ومن هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخر وسعا لهدايتكم أيها الأحبة الكرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه لما عرضت عليه العروض فوالله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. لأي شيء رفض النبي صلى الله عليه وسلم من أجلكم أنتم أيها الحضور الكرام، حتى تكونوا سادة بين الأمم، وحتى ينتشي لكم النبي صلى الله عليه وسلم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا هذا الأمر جيدا وقدروه حق قدره. فها هو الصديق رضي الله عنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما ويضحي بماله وبنفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم أبو بكر الصديق فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقدمه أحد. وكان الصديق رضي الله عنه وهو في الهجرة يقول جعت جوعا شديدا فجاءوا إلينا بمزقة لبن أي بقليل من اللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. انظر، شرب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرب أبو بكر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. إنه حب من نوع خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحى الصديق رضي الله عنه ونام علي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن الربيع رضي الله عنه في يوم أحد وهو في الرمق الأخير وهو يموت قال لهم كيف رسول الله؟ فقالوا هو بخير. فقال الحمد لله. فقولوا لقوم الأنصار لا عذر لكم أمام الله تبارك وتعالى إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تصرف. هكذا قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا له وردوا بعضا من جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فماذا قدمنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن سألت الناس اليوم هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكل سيجيب نعم، الكل سيجيب نعم. فأنا أسأل سؤالا لنفسي أولا ثم لإخواني،
أرأيتم لو قابلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرأيتم لو دخل علينا الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أعددنا من الأعمال الصالحة أو هل أعددنا من الأعمال التي تشرفنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى وضع ضابطا لذلك، فقال ربي سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا الكثير. وأنتم أيها الطلبة أو أيها الطالبات الكريمات، ماذا قدمتن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلتن حتى تشرفن بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالانتساب إلى هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تشبهتن بأمهات المؤمنين ونساء الصحابة؟ هل حفظتن القرآن الكريم؟ هل تفوقتن في مدارسكن حتى تفخرن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخيرا أيها الحضور الكرام، أختم بقصة الجزع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنعوا له المنبر وفارقه النبي صلى الله عليه وسلم، أي فارق الجذع، سمع الصحابة رضي الله عنهم أنينا كبكاء الصبي للجذع. الجذع يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن نبخل حتى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجذع الجماد يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن قد قست قلوبنا فلا نصلي حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما سمعنا اسمه. أيها الحضور الكرام، قدموا لأنفسكم ما تشرفون به بين يدي الله تعالى وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.